النساء السنة كل النساء السنة عجزت أرحامهم عن ولادة رئيس غير أحمد الشرع؟ معقول كل المثقفين، كل الدكاترة، كل المهندسين، كل العباقرة يلي عنا من الطائفة السنية، معقول ما فيهم شخص واحد قادر يصير رئيس غيره؟ يعني إذا كان جوابك إيه ما في غيره، معناتها كمان بشار الأسد ما كان في غيره. الجواب المنطقي والعقل والإلهي بيقول إنه ما في شيء اسمه واحد. انتوا عم تقولوا لنا انه لا تألهوا لا تقدسوا الاشخاص، طب انت ليش مأله ومقدس هذا الشخص؟ ليش؟ الزلمه ماشي بالنسبه إلك، يعني انا عم حط حالي محلك، حاشاني اني احط حالي محلك، بس رح هيك قد نزل من قيمتي وقدري بيني وبين حالي كمان، ما بيهمني نظرتك لإلي، اني احط حالي محلك. انا هذا الزلمه احمد شرح حرر لي البلد وحررني من بشار الاسد، اوكي تمام، شيء منيح وشيء ممتاز. ايه شو بدي هلا انا؟ بدي اعيش بكرامتي واكل واشبع واطلع بالليل وبالنهار وما حدا يحكي معي، ومو بس لحالي، انا واهلي والعالم اللي عايشين انا معهم، من السني للعلوي للمسيحي للدرزي للكردي لا بلا بلا الى اخره، بدي انا نعيش كلياتنا مع بعض. طيب كيف هذا الشيء بده يصير؟ بكل بساطه احمد شرح، حتى لو انك انت كنت كويس، انت ممنوع تصير رئيس، يلا زبط البلد، بترتب الامور، بتعمل انتخابات ورشح حالك يا اخي، رشح حالك، ممكن العالم ترجع تنتخبك، وقتها بيكون خلص، بيكون انت بدنا اياك نحن رئيس، تمام؟ بس رشح حالك، جيب كيف بدك اليوم ترشح حالك؟ هلا تجيب مثل بشار الاسد، جيب 4 5 مدري مين هدول ما حدا سامع عنهم بحياتهم، يلا جمعة جمعتين شهر زمان يلا عمول انتخابات، مين بده العالم تنتخب؟ ايه اكيد بدها تنتخب بشار، شيلك عن انه هو كان يزور الانتخابات، بس يعني اكيد العالم بدها تنتخب بشار، ما بيعرفوا غيره، مين هدول؟ مو معروفين. بدك تعمل انتخابات وتسمح للعالم تعمل حملات انتخابية وتعمل دعايات عن حالة، تتعرف الناس مين هن، ويكون كل واحد عنده برنامج انتخابي، ويكون في معارضة داخلية نظامية، بحيث انه هذا الرئيس اليوم انا طلع عمل شيء سيء، طيب مين بده ينتقده يا اخي؟ انت معقولة تاركين هلا البلد كلياتها عم تقعد تنتقد، هذا عنده كلمة بيحكيها وهذا عنده كلمة بيحكيها وانا عندي كلمة بطلع بحكيها؟ هذا الشيء ما صح، هي اسمها فوضى، هي اسمها فوضى. لازم يكون انت عندك في معارضه، بحيث لما تعمل انت خطا تركض وراك فورا، انه ايه ليكو عمل خطا، روحوا سقطوه، انا بطلع انا فورا بيجي محله وبظبط الوضع. هيك بصير في تنافس بين الرئيس الفعلي وبين المعارضه يلي عم تقتل حالها لحتى تصير هي بالسلطه. ولما لنفترض هي السلطة قضت على هذا الرئيس بعد ما بيكون عامل أخطاء، لأنه بس يعمل أخطاء بتنتقده، فهي بهي الحجة بيصيروا هن محله، تمام؟ بتتشكل تلقائيا وراها شو؟ معارضة للمعارضة اللي صارت بالسلطة. ونفس السيستم بقى لما بتغلط بصيروا يدوروا ويبحبشوا تبحبش ورا اغلاطهم لحتى يشوفوها ويكشفوا لنا اياها، وهذا الشيء كلياته بيصب بمصلحة مين؟ مصلحة المواطنين مثلي ومثلك. يعني نحن هذا اللي بدنا اياه، نحن شو بدنا فلان الفلان، ايه هو الرئيس بس صرماية الرئيس على راسك، ولك يا اخي شو بدك فيه؟ لك انت نفسك كنت بتكرهه وطالع مظاهرة ضده من 4 5 شهور، يعني جاي عمين ما تضحك على حالك؟ لك يا زلمة عم تضحك على حالك؟ طب هذا اسمه بينك وبين حالك بالنسبة لدينك ما اسمه نفاق؟ طيب وانت يلي كل عمرك قاعد مناطق نظام وقاعد تقول لي ايه ظلمات الرئيس على احمد الشرع ولا بنحرق مدري شو، طيب انت نفسك ولك انت كنت سمعان فيه اساسا؟ لك انت ما بتعرفه، لك انت يا جماعه ما بتعرفوا، لك سقط بشار الاسد منيح، شيء منيح، شيء تمام، انا من عندي بقول لك شيء تمام. انا شو بدي في ناس لهلا بتحبه وعم تسب علي، بس انا شو بدي فيه؟ انا محكي رايي انا بشار الاسد سقط منيح، بس مو اللي منيح مين استلم بداله، هذا مو اللي منيح، هذا الشيء غلط. لك يا جماعة اليوم طلعوا حالكم، الدروز لحال، المسيحية لحال، ال الأكراد لحال، العلوية لحال، السنة لحال، كل الطوائف، كل مين اخذ جنب لحاله وقاعد عم يتفرج يشوف شو بده يصير. شوفوا الأسواق مشلولة، الاقتصاد البلد مدمر أكثر ما كان مدمر من الأول. السوق التجاري شو بيحركوا؟ الموظفين. اذا الموظف ما عنده راتب لحتى يقبض ليروح يشتري، شلون بده يشتري؟ ما في يشتري، بالنتيجة شو بيصير؟ بيلتعن ابو النفضه للتاجر. بضاعة ايه، الزلمة عنده رأس مال، الزلمة بغض النظر بجايبهم بالحلال ولا بالحرام، شو المال دخلنا هي فيها، بس الفكرة انه في تاجر وفي بضاعة بس ما في مين يشتري. هالشي شو بيخلي التاجر يفكر يسافر، وفي تجار انا عندي كلياته موثق، في تجار عم تسافر،
عم يطلعوا بفيز سياحيه شهرين وثلاث شهور على كل دول العالم، بس لبعد شهرين ثلاثه لنشوف شو الله بيفرجها. وبهالشهرين ثلاثه بيشوفوا ان الوضع البلد يلي راحوا عليه، اذا كان ملائم يفتحوا شغلهم ينقلوا شغلهم من سوريا عليه بينقلوه، اذا ما زبط الوضع. واذا زبط الوضع بسوريا بيكونوا عملوا سياحه وسفر وبيرجعوا. الناس هيك عم تعمل، لك البلد اخذينها للدمار. تقول لي رئيس كان بالسعودية، رئيسنا طلع على تركيا، رئيسنا اليوم بالإمارات. لك يا حبيبي ما اختلفنا، بس أنت شو عرفك إنه هو طالع كرمالك وكرمالي؟ شو عرفك إنه طالع كرمال البلد؟ شو عرفك ما إنه يكون طالع كرمال وكرمال هو يثبت السلطة تبعيته؟ يبقى بشار الأسد طيب تفضل، ليش كان بالسعودية؟ ليش كان بمصر؟ ليش طلع على الإمارات؟ ليش وليش وليش طلع على الصين ومدري وين، ووصل على الصين يا زلمة؟ ليش؟ تقول لي كرمال مصالحه. طيب وشو بيعرفنا هذا كمان من شان مصالحه؟ تيجي تقول لي لا هذا غير بشار الاسد. طب كيف غير بشار الاسد؟ انا اذا بسمعك هلا المقابله بينه وبين مذيع من قناه البي بي سي، تمام، هي صارت من 3 شهور، لسه لا كان رئيس ولا كان بطيخ ولا شيء. طلع لك ما في كلمه حكاها، ما في وعد حكاه ونفذه، كله ما نفذه. سألوا المذيع انت بدك تكون الرئيس القادم، قال هالشيء بيرجع للشعب، بدنا نعمل انتخابات ونعمل كذا ونعمل كذا. طيب وين الانتخابات؟ ما صار انتخابات. قال له الحجاب والكحول وما هي الكحول هدول مسموحه ممنوعه. قال له انا ما لي علاقه، هذا الشيء بيحدده الدستور. طيب مين بيحدد الدستور يا سياده القائد الجولاني؟ مين؟ والله كمان الشعب وفي منظم، في عفوا في مثقفين ولجنه قانونيه وما لجنه قانونيه هي بتدقق الدستور، والرئيس مجبر انه ينفذ ما اللي مكتوب بالدستور، وبالتالي الشعب كله بده يمشي على الدستور هذا، لانه الدستور يعني النظام. طيب تفضل، مين عمل الدستور؟ والله اولاد ابن خالتي وخي الدكتور ماهر وفلان وفلان وفلان. طيب وانت شو حكيت؟ عملت عكسه. فانت شلون انت اليوم بدك توثق بهيك شخص؟ شلون؟ ما في. فلهيك بالله خففوها. ايه خففوها. لازم تخفف كرمالي وكرمالك. لك مو بس كرمالي وكرمالك كمان. انا هذا الحكي انا واثق انك ما رح تفهمه، بس هذا الحكي تدمجه بالفكره اللي قلت لك اياها من شوي. كرمال الناس المثقفة والواعية والفهمانة من عندكم يلي عم تدور فعلا على الحقيقة، يطلع لها الفيديو تبعي وتفهم، أو تلاقي استنتاج صغير، أو تلاقي حقيقة صغيرة بين آلاف الحقائق يلي صارت من 4 شهور لليوم. لأنه كل يوم في شيء جديد، وكل يوم في قصة نطلع نحكي فيها، وكل يوم في جريمة عم تصير ومجزرة عم تصير، كل يوم وكله مسجل بالوثائق وبالصور وبالفيديوهات وبالأسماء. وما في شيء رح يروح، صدقوني ما في شيء رح يروح. وإذا راح هون فأكيد عند رب العالمين ما رح يروح.